ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ واخيرا تم فتح السحب امبارح على بوت هامستر، وده كان خبر مفرح لنا كلنا. لكن اللي حصل بعدها شيء محزن جدا، ان معظم الناس ونسبه كبيره منهم وقعوا في المشكله دي، ان ربطنا المحفظه بتنكيبر غلط او حتى ربطناها بتليجرام بالغلط. والمشكله دي انا وقعت فيها شخصيا، وطلعت هامستر وضحت ان محدش هيقدر يغير طريقه السحب دي. فالناس كتيره جدا اتعصبت، يعني في بوت دوس كنا نقدر نغير طريقه السحب اكتر من مره، وهامستر اللي هو المفروض اكبر منه ما اقدرش اغيرها خالص. انا دلوقتي واحد ربطت المحفظه غصب عني، ليه ما اقدرش اغير طريقه السحب؟ وطبعا بعد جدال كتير جدا امبارح هامستر سمحت لنا نغير السحب مره واحده بس، وبعد كده مش هتقدر تغيرها تاني. وده طبعا كان خبر مفرح لنا كلنا، لان نسبه كبيره جدا مننا ربطها بالغلط وانا منهم. فانا النهارده ان شاء الله هوضحك ازاي تلغي طريقه السحب اللي انت ربطتها، وازاي تربط باي محفظه انت عايزها. قبل ما نبدا يا ريت تصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام، عشان بينزل عليه اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان. وطبعا بينزل عليه اخر الاخبار والكومبوات والشفرات لكل البوتات، وبتنزل بسرعه جدا. ده غير طبعا البوتات اللي قربت تندرج. وطبعا اكيد اللايك والاشتراك بتاعك هنا في اليوتيوب عشان بيدعمني ان انا استمر في نشر المحتوى. فانا النهارده ان شاء الله هوضح لك ازاي تربط محفظتك بالطريقه الصحيحه. خلونا اول حاجه في البوت نروح ونراقب الكروت الجديده، اللي هو كارت باينانس وبايبت واوكي اكس. الكروت دي لسه نازله، وطبعا في كروت جديده كتيره كمان، فيا ريت ترقيهم كلهم. فانا هرقي معاكم الكروت دي. دلوقتي بقى ان شاء الله عايزين نروح نلغي طريقه السحب. هنعمل ايه؟ هنروح على خانه الايردروب اللي تحت على اليمين. انا دلوقتي كنت رابط برضه على محفظه التونكيبر بالغلط، فاول حاجه ادوس عليها ريسيت وذرو اوبشن عشان الغي طريقه السحب. اول ما هتدوس عليها يقول لك انت عايز تلغي طريقه السحب، فانت هتدوس انك عايز تلغيها. هتدوس على المسطره الاحمر اللي هو ريسيت اند تشوز انذر اوبشن. مجرد ما هتدوس عليه هيديك رساله تاكيد تانية، هتدوس على كلمه اوكي اللي بالاحمر، وبكده علامه الصح راحت من جنب محفظه التونكيبر. وحاليا اقدر اربط باي حاجه تانية. فبالنسبه لدول محظوره زي سوريا تقدر تربط بالثلاث محافظ اللي تحت. انا ما اعرفش بصراحه تليجرام مفتوح عندهم ولا لا، بس تقريبا التليجرام برضه محظور عندهم. فانت تقدر تربط احسن حاجه ليك بالتون كيبر. ده بالنسبه للدول المحظوره. وعشان تربط بالتون كيبر انت مش محتاج توثيق. هتدوس على اخر خيار تحت وهتدوس على كلمه كونكت والت، وتقدر من هنا تختار التون كيبر اللي هو اول خيار دون. لكن انا طبعا مش هربطها بالتون كيبر. طبعا وبالنسبه لمحفظه الاي بي اي او محفظه الوالت تليجرام، طبعا نفس حوار التون كيبر بالظبط. مجرد ما هتدوس عليهم هيحولك للمحفظه تلقائي عشان تديله الاوكي وخلاص على كده. فالثلاث محافظ اللي تحت سهلين جدا. خلينا نخش بقى على المحافظ التقيله شبه باينانس واوكو اكس وبايبت. اول حاجه مع السحب المحافظ دي مش بتحتاج رسوم. صح، بالنسبه للدول المحظوره انت بتحتاج رسوم، بس بتبقى رسوم بسيطه جدا، يعني ما بتكملش دولار. فخلينا دلوقتي اعلمكم ازاي نربط بباينانس واوكو اكس وبايبت. خلينا مثلا دلوقتي ندوس على باينانس. هيقول لك انت عندك اكونت على باينانس، تقول له يس اي هاف اللي انت عندك. هيقول لك دخل الهامستر ديبوزيت ادرس والميمو، وانا دلوقتي هوريك ازاي تجيبهم. اول حاجه هتفتح باينانس وتروح على خانه المحفظه اللي تحت على الشمال، او بالانجليزي كلمه والت. هتدوس عليها، بعدين هتدوس على كلمه ايداع زي ما انتم شايفين كده. بعد كده تكتب خانه البحث اللي فوق كلمه هامستر اتش ام اس. اول ما تكتب اتش ام اس هيطلع لك هامستر كومبات على طول. هيقول لك الوقت اللي انت ما تقدرش تعمل اي تعاملات شرائيه مزدحمه، لكن احنا طبعا مش هنحول عليها حاجه. فتدوس على كلمه تون كوين. دلوقتي هديك عنوان الايداع، هتاخده كوبي وهتروح على بوت هامستر وتلصقه، تعمل له بيست. وبعد كده في بوت هامستر طالب منك الميمو، وبرده لو رجعت للباينانس هتلاقيه كاتب لك الميمو بتاعك هامستر ميمو اللي هو 153 453. هتاخده برضه كوبي وتروح على رابطها مستر وتعمل له هناك بيست. وبس كده تدوس على كلمه سيف اند تشوز. ده بالنسبه لربط باينانس. دلوقتي نخش على الربط باوكو اكس. اوكو اكس نفس باينانس بالظبط، وبايبت برضه زيهم، لكن برضه هوريكم. اول ما تفتح تطبيق اوكو اكس هتروح على كلمه اسيتس او الاصول اللي هي عندي تحت على اليمين. هتدوس عليها وبعدين هتلاقي كلمه ديبوزيت زي ما انتم شايفين على الشاشه، او بالعربي كلمه ايداع. هتدوس عليها هيقول لك انت عايز بي تو بي ولا ديبوزيت كريبتو. هتضغط على كلمه ديبوزيت كريبتو وهتكتب فوق برضه هامستر اول ثلاث حروف اتش ام اس. هتلاقي لك هامستر كومبات على طول. طبعا ظهر لك عنوان الادرس وعنوان الكومنت. هتاخد عنوان الادرس ده كوبي وترجع على البوت. هتدوس على كلمه اوكي اكس. هيقول لك انت عندك حساب في اوكي اكس، قول له يس اي هاف اللي هو عندي. هيقول لك هنا دخل يو اي دي ودخل الديبوزيت ادرس ودخل الميمو. الديبوزيت ادرس خلاص جبناه زي ما قلنا، وعملنا له بيست اهو. تمام كده. عندك الكومنت برضه هتاخده كوبي وترجع على التليجرام وهتدوس على الميمو وهتعمل له بيست. الميمو ده اللي هو الكومنت. وبعدين هو طالب هنا فوق اوكي اكس يو اي دي. هترجع لاوكي اكس وهترجع وهتدوس على المربع اللي فوق على الشمال المربع اللي بنقط اللي فوق. هيجي لك هنا اسمك، ولازم تتاكد ان انت فيريفايد موثق، عشان لو موثق مش هتعرف تسحب عليها. وتدوس عليها زي ما انتم شايفين مكتوب عندي اليو اي دي رقم كبير جدا اللي هو بدايته 61. اول ما تدوس عليها اتنسخ معاك. هترجع للبوت وهتعمله هنا بيست، وبس كده اتنسخ معاك. وبعد كده تدوس على كلمه سيف اند تشوز. ده بالنسبه لمنصه اوكي اكس. منصه بايبت نفس الحوار. اول ما تخش هيقول لك انت عندك اكونت، تقول له انا عندي. هيقول لك عايز البايبت يو اي دي والهامستر ادرس وميمو شبه الربط اوكي اكس بالظبط. فالواد اروح على منصه بايبت. خلينا اول حاجه نجيبها اليو اي دي. هتدوس على الصوره اللي فوق على الشمال. اول ما تدوس عليها تلاقي كاتب لك يو اي دي ورقم كده بدايته 25 واخره 50. هتدوس عليها وبعدين هترجع للبوت وتعمله هنا بيست. تاني حاجه هيطلب منك الهامستر ديبوزيت ادرس والميمو. هترجع لبوت بايبت وهتخش على الاسيتس او الاصول، هتلاقيها تحت على اليمين، وهتدوس على كلمه ديبوزيت او ايداع.
وبعد كده هتدوس على كلمه ديبوزيت كريبتو اللي هو اخر خيار تحت. بعد كده تكتب همستر او اتش ام اس، هيطلع لك همستر كومبات تحت اهي، يعني هتدوس عليها. بعد كده هنا هيقول لك اختار الشبكه، فانت اختار شبكه همستر تون. طبعا هنا اداك الادرس او العنوان، اول ما تدوس عليه يتنسخ معاك. هترجع للبوت وهتكتبه هنا اهو. وبالنسبه للميمو هترجع برضه تطبيق بايبت، هتطلع عندك الميمو، هتلاقي هنا اسمه التاج. التاج هو الميمو هو الكومنت، كلها بس اختلاف مسميات. اللي انا عندي بدايته 12 واخره 90. هتدوس عليه هيعمل معاك كوبي، هترجع البوت، هدوس هنا بيست، وبعد كده هتدوس على كلمه سيف اند تشوز، وبس كده خلاص اتربطت معاك. تكنها طبعا لسه هربط بباينانس لان هي بالنسبه لي احسن خيار. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عندك اي مشكله تنورنا في جروب التليجرام، هتلاقي اليوزر نيم بتاعي في التعليق المسبق، خش كلمني ولو اقدر اساعدك مش هتاخر عليك. واشوفكم على خير الفيديو القادم.